انا رحت واخترت كل ده بإرادتي، وانا مش عارفة ومش متوقعة ان كل ده ممكن يحصل لي في يوم. وفي النهاية كنت موجودة، بس ممسوحة من الوجود. هي هي أخدت مكاني، أخدته واحدة واحدة. صوتي اختفى، اسمي اختفى، مكاني اختفى، أنا اختفيت مني. أنا ومروة مش بس صحاب، احنا اتربينا سوا حرفيا، نفس الحضانة، نفس المدرسة، نفس الدروس، لدرجة إن المدرسين وزمايلنا كانوا بينادونا بالاسمين مع بعض. وطبعا أكبر سبب لقربنا ده إن احنا كمان ساكنين في نفس الشارع، وحتى أهالينا قريبين لبعض، وبنعتبر إننا كلنا عيلة واحدة. خصوصا بقى ماما ميرفت، دي مامة مروة، بس بالنسبة لي هي مامتي أنا كمان، لأنها بتحبني جدا زي مروة بالظبط، وعمرها ما خلتني أحس إني صاحبة بنتها. كانت دايما بتقولي انتي بنتي التانية، وكنت بصدقها يمكن أكتر مما كنت بصدق إن ليا بيت تاني. كنت كل مرة أروح عندهم كانت أول واحدة تقوم تفتح الباب قبل حتى مروة، وكانت تاخدني في حضنها وتطمن عليا وتسألني أكلت ولا لأ، وتدخلني المطبخ غصب عني كأني راجعة من سفر مش من البيت اللي جنبهم. لدرجة إن مروة نفسها كانت دايما تقولي ماما بتحبك أكتر مني. حتى لما كنت بزعل كانت ماما ميرفت أول حد أروح له قبل حتى مامتي وأهلي، وكانت بتسمعني باهتمام من غير ما تقاطعني، وتنصحني وتفكر معايا وتديني حلول. ودايما كانت تقولي انتي تستاهلي كل حاجة حلوة يا ليل. يمكن عشان كده عمري ما شكيت لحظة ان البيت ده أمان. مع الوقت أنا ومروة حياتنا بدأت تاخد شكلين مختلفين شوية من غير ما ناخد بالنا. أنا دايما بحب أشتغل، أجرب، أتعلم حاجة جديدة، لأني بحب دايما أكون متطورة، ودايما شايفة أني لازم أعمل حاجة لنفسي. أول شغلانة ليا كانت تدريب بسيط في شركة صغيرة، بس لما اتقبلت فيها فرحت جدا لأنه كان بالنسبة لي من أوائل إنجازاتي. وأول مكان رحت له كان عند مروة وماما ميرفت. أول ما اتفتح الباب دخلت بحماس وأنا بزعق من الفرحة. اتقبلت. ماما ميرفت خرجت من المطبخ بسرعة وحضنتني وقالت لي مبروك يا حبيبتي، كنت عارفة انك هتنجحي. ومروة كانت واقفة وراها مبتسمة وبتسقف بهدوء، وكانت فرحانة لي. قعدنا على السفرة وانا كنت عمالة بحكي كل حاجة بحماس عن المكان والناس والمقابلة، وحتى المكتب والكرسي اللي هقعد عليهم. ماما ميرفت كانت بتسمعني وعينيها بتلمع من الفرحة، ووسط الكلام بصت لمروة وقالت وهي بتضحك، شايفة يا مروة؟ أهو العيال بدأت تشق طريقها، عقبال ما أشوفك كده بقى انتي كمان. مروة ضحكت وردت عليها قالت لها يا رب يا ماما لما أعرف أعمل حاجة أصلا، وضربتني على كتفي كده بهزار وقالت لي استني بقى لما تبقي مديرة وتطرديني. وضحكنا كلنا ومروة كملت أكل وأنا فضلت أحكي. اليوم ده ماما ميرفت صممت إني مروحش وأبات معاهم. قالت لي هتروحي فين دلوقتي؟ اقعدي معانا النهاردة. مروة ابتسمت بسرعة كأنها مستنية الجملة دي من بدري، وقالت بجد خليكي نقضي اليوم سوا، بقالنا كتير ما سهرناش مع بعض للصبح. قلت اني هتصل اقول لمامتي الاول، بس ماما ميرفت ما خلتنيش اكمل وقالت لي سيبيها عليا انا هكلمها. وفعلا كلمت مامتي وخلصت الموضوع، وفي خلال دقيقة رجعت وقالت لي خلاص يا ستي اديني كلمتها ملكيش حجة بقى. وبعدين ضحكت وهي بتبصلنا وقالت اهو نقضي اليوم سوا بدل ما انا ومروة قاعدين في وش بعض كده. مروة ضحكت وهزت كتفها كأنها بتقول ماشي يعني، وده كان طبيعي، احنا كنا بنبات عند بعض كتير جدا. المهم اننا بعد ما قضينا اليوم وخلاص دخلنا الأوضة عشان ننام، قعدت انا ومروة شوية. لقيت مروة بتقولي ليال بتردد كده كأنها عايزة تقول حاجة بس بتفكر تقول ولا لأ. وبعدين قالت لي بصي بقى أنا بصراحة معجبة بحد. أنا رفعت راسي بسرعة وبصيت لها وأنا بضحك كده. قلت لها استني إيه؟ قلت لها مش مصدقة، مروة بتعجب بحد؟ دي محتاجة احتفال. غطت وشها بالمخدة وهي بتضحك واتكسفت وقالت لي اسكتي بقى. قربت منها وقلت لها بحماس مين ده؟ بيعمل ايه؟ شفتيه فين؟ سكتت لحظة وبعدين قالت لي بهدوء ولا حاجة، هو بس موجود. سألتها طيب بيكلمك؟ هزت راسها اللي هو لأ. قلت لها يعرفك أصلا؟ عملت نفس الحركة. قلت لها يا بنتي قولي حاجة مفيدة. بصيت لي بابتسامة كانت بين الكسوف والحزن. قالت لي هو مش واخد باله مني أصلا. قلت لها طب ما عادي،
نخليه ياخد باله. ملامحها فجأة اتحولت من حزن ويأس لحماس وأمل، وقالت لي بجد ازاي؟ قلت لها الأول نعرف عنه كل حاجة، بيقعد فين، بيحب ايه، بيعمل ايه. وقربت منها اكتر وهمست لها بصوت واطي كده، ونروح انا وانتي هناك كأنها صدفة، وهقولك تعملي ايه ما تقلقيش. قالت لي يعني بجد هتيجي معايا وتساعديني؟ قلت لها طبعا، اخيرا هشوفك مع حد قريب بقى. وقلت لها بهزار اصلا بدأت اقلق عليكي. فهي ضحكت ضحكة هادية كده وقالت لي انا مش بعرف اتعامل لوحدي. قلت لها عشان كده انا موجودة. وقعدنا ندردش شوية ونمنا. تاني يوم صحيت بدري على صوت خبط في المطبخ وريحة شهي. خرجت لقيت ماما ميرفت بتجهز الفطار. اول ما شافتني وشها نور وقالت لي يا صباح الفل، صحيتي بدري ليه؟ قلت لها مش عارفة، شكله من حماس بداية الشغل الجديد بقى. ابتسمت وقالت لي طب تعالي يلا نفطر سوا. وقفت ساعدتها شوية وجهزنا الفطار وسألتها صحي مروة؟ ردت بهدوء من غير ما تبص ناحيتي لا خليها نايمة. وبعدين كملت وهي بتحط الأكل، هي بتصحى متلخبطة لو حد صحاها. المهم قعدنا ناكل ولقيتها فجأة بتقولي انت عارفة انك بتفكريني بنفسي وانا صغيرة؟ قلت لها بجد؟ قالت لي ايوه، نفس الحركات نفس الكلام نفس الثقة. سكتت لحظة وبعدين قالت بهدوء كنت أتمنى مروة تطلع شبهك شوية. استغربت شوية ومعرفتش أرد. لقيتها بتكمل كلامها وبتقولي مش قصدي حاجة، هي طيبة والله طيبة قوي، بس قلبها طري والدنيا مش بترحم. وبصيت لي بنظرة طويلة وقالت لي لكن انتي بتعرفي تقفي على رجلك وبتعرفي تتعاملي مع الدنيا والناس كويس. ومسكت ايدي وقالت لي عشان كده ببقى مرتاحة لما بتبقي معاها، بحس حد قوي شايلها. وبعد ما خلصنا كنت داخلة الأوضة أجيب تليفوني، لقيت باب الأوضة موارب. زقيت الباب ودخلت لقيت مروة قاعدة على السرير وبص في الأرض. أول ما شافتني ابتسمت ابتسامة خفيفة قالت لي صحيت بدري، بس حسيتها متضايقة شوية فسألتها مالك؟ هزت كتفها وقالت لي ولا حاجة. قلت لها طب لما انتي صاحية ما جيتيش فطرتي معانا ليه؟ قالت لي مش عايزة أفطر. وبعديها كملنا اليوم ورجعت البيت. تاني يوم كنت لسه راجعة من الشغل لقيت مروة بتتصل بيا وبتسألني أنا فين. قلت لها إني في البيت. لقيتها بتقولي تنزلي معانا. قلت لها ننزل فين؟ قالت لي عايزة اشتري لبس وماما مصممة تيجي معانا. ووقتها سمعت صوت ماما ميرفت بعيد شوية وهي بتقول بصوت عالي قولي لها تيجي يا مروة انتي ما بتعرفيش تنقي حاجة عدلة. ومروة ردت بهزار وقالت لي شايفة؟ فضحتني. وسمعت ماما ميرفت وهي بتقول لها بصوت عادي بس كان مسموع ذوقك وحش يا مروة، خلي العيال تختارلك. مروة ضحكت وقالت لي تعالي بقى انقذيني. ونزلت معاهم وفضلنا نلف شوية في المول ودخلنا محل. مروة كانت ماشية ورايا خطوة خطوة وساكتة، وانا كنت بقلب في الهدوم لحد ما شدني طق مسكته ولفت لها قلت لها ده حلو جربيه. اخدته مني وعجبها وقالت لي حلو. ماما ميرفت قربت وبصت له وقالت حلو فعلا، لكن فجأة لقيتها بصت لي من فوق لتحت كده وقالت لي بس ده هيبقى احلى عليك انت يا ليال. انا بصراحة اتسمرت مكاني واتحركت جدا وحسيت الموقف مش حلو لاني مختاره لمروة واحنا اصلا نازلين نشتري لها هي. لقيتها كملت كلامها وقالت لي لايق على شخصيتك قوي كأنه معمول عشانك. ومروة كانت واقفة ساكتة ما قالتش حاجة وانا لسه بقول لها لا يا ماما ده المروة. قطعتني وقالت لي ادخلي جربيه بس. بصيت لمروة كانت واقفة والطقم لسه في ايديها وبتبص في المراية، وبعدين لفت وابتسمت ابتسامة خفيفة قوي وادتني الطقم قالت لي ادخلي جربيه يا ليال. ماما معاها حق، انا هشوف حاجة تانية. ورجعت تدور بين الهدوم. انا كنت رافضة الموضوع جدا من جوايا بس ما كنتش عارفة اتصرف ازاي او اقول ايه. فكنت لسه هحط الطقم مكانه لقيت ماما ميرفت بتاخده من ايدي وراحت ناحية الكاشير وقالت هنحاسب عليه. بصيت لها باستغراب وبقول لها بس ده. ابتسمت وقالت لي كأنها بتطمني هدية بسيطة عشانك. حسيت اني متكتفة مش عارفة اعمل حاجة. بصيت على مروة كانت واقفة جنب الرف بتقلب في هدوم تانية كأنها ما سمعتش او كأنها اتعودت. كل حاجة رجعت طبيعية بعد الموقف ده. وكنا كل يوم تقريبا بنتكلم وساعات بنتقابل لحد ما في يوم ماما ميرفت اتصلت بيا وقالت لي اقابلها بعد الشغل في العنوان اللي بعتتهولي. خلصت شغلي ورحت العنوان لقيتني واقفة قدام مبنى قديم نسبيا في شارع جانبي كان دار رعاية. استغربت شوية هما جايبيني هنا ليه. دخلت سألت في الاستقبال ووجهوني المكتب في آخر الممر. خبطت ودخلت لقيت الاتنين قاعدين في الأوضة دي. مروة كانت قاعدة على الكرسي الأساسي بتاع مكتب مدير المكان، وماما ميرفت كانت قاعدة على كنبة وقدامها ترابيزة صغيرة وعليها كتاب مفتوح. سلمت عليهم وماما ميرفت قالت لي تعالي يا حبيبتي اقعدي جنبي. قعدت جنبها وببص حواليا كده باستغراب وبقول لها هو ايه المكان ده؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ قالت لي ده دار رعاية تبعنا بقاله سنين
قلت لها بتاعكم؟ قالت لي اه حاجة قديمة في العيلة. بصيت لمروة ابتسمت وقالت لي ماما بتحب تيجي هنا من وقت للتاني. استغربت اكتر لان عمرهم ما جابوا سيرته قبل كده. المهم اني لقيت ماما ميرفت بتقول لمروة هات يا مروة، ولقيت مروة بتفتح درج المكتب وطلعت علبة صغيرة وقامت اديتها لمامتها ورجعت قعدت مكانها تاني بكل هدوء. وانا قاعدة مستنية افهم ايه اللي بيحصل، لقيت ماما ميرفت بتديني العلبة وتقولي دي ليكي. اتفاجئت وضحكت وقلت لها ليه بس؟ قالت لي افتحيها. فتحتها لقيت خاتم دهب قديم بحجر احمر غامق، شكله تقيل ومختلف عن اي حاجة عندي. قلت لها لا يا ماما ده كتير. مسكت ايدي وطلعت الخاتم وقالت لي جربيه بس، وبدأت تلبسهولي. بس وهي بتلبسهولي اتشكيت شكة جامدة قوي في صباعي، فمن الوجع سحبت ايدي واتعورت. فقالت لي معلش يا حبيبتي ده الدبوس ما خدتش بالي. وكان في دبوس فعلا في ايديها. وشدت ايدي وجابت منديل وضغطت على صباعي، بس كان في نقطة دم نزلت على الكتاب اللي كان على الترابيزة وكان مفتوح. قلت لها يا نهار وقع على الكتاب. قالت لي ما حصلش حاجة عادي. بصيت لمروة لقيتها بص علينا مبتسمة ابتسامة خفيفة وثابتة. قلت لها بهزار مالك يا بنتي؟ غيرت ملامحها بسرعة وقالت لي ولا حاجة كنت سرحانة. وشوية ولقيت ماما ميرفت بتقولي تعالي افرجك على المكان. فخرجنا من المكتب وبدأنا نمشي في الدور. عدينا على صالة الاستقبال وبعديها كان في مدخل لصالة واسعة كان فيها كراسي كتير متوزعة حوالين الحيط، وكانوا الكراسي بعيدة عن بعض شوية مش مرصوصين جنب بعض، وكانوا قاعدين عليها ناس كبار في السن رجالة وستات. أنا استغربت جدا من عدد الناس دي كلها لأن المستشفى حرفيا هادية بطريقة غريبة، ما فيهاش أي صوت وما كانش في حد من المسنين دول بيتكلم خالص، ولا حد فيهم حتى بيبص جنبه. كان في منهم جزء باصص قدامه وجزء باصص في الأرض، والباقي باصين في اتجاه واحد تقريبا. بصيت ناحية الاتجاه ده كان في ساعة كبيرة متعلقة على الحيط، بندولها بيتحرك ببطء. سألتهم هما دايما بيقعدوا هنا؟ قالت اه بيحبوا القعدة دي. عدينا بينهم حرفيا مفيش فيهم حد اتحرك أو حتى بص علينا. كان في ست عجوزة كنت معدية من قدامها بالظبط، الست دي حتى ما رمشتش. قلت بهدوء كده مساء الخير، ولا حد رد ولا اتحركوا. ولاحظت واحدة ايديها مرفوعة شوية كأنها كانت بتعمل حركة ووقفت. فضلت ابصلها شوية ما اتحركتش سنتي. قلت هما كويسين؟ ردت ماما ميرفت قالت اه بس تعبوا في حياتهم. سكتت شوية وقالت الناس لما بتتعب بتهدى. بعديها طلعنا الدور التاني. الدور ده ما كانش مختلف عن الدور اللي تحت، ممر واسع نسبيا ومليان اوض، وكل اوضة عليها رقم، وورا البيبان دي هدوء تام، مفيش حتى صوت تلفزيون ولا حركة. ماما ميرفت كانت بتحكيلي عن المكان واحنا بنتمشى. كانت بتقولي ان المكان ده بقاله سنين طويلة، اتورث في العيلة جيل ورا جيل. سألتها وانتوا اللي بتديروه؟ قالت لي اه من زمان. فجأة اتخضيت من صوت ضخم سمع في المكان كله، كان عالي جدا مع هدوء المكان، فكان عامل صدى صوت تقيل ومرعب لدرجة اني فعلا خفت جدا. وبصيت لهم وقلت لهم ايه الصوت ده؟ ردت عليا وقالت لي ولا حاجة الساعة بس. كانت الساعة وقتها 6، والغريب اننا كنا قاعدين من بدري في الدور وما سمعتش الساعة دقت قبل كده غير في اللحظة دي بس لما جت 6 بالظبط. ولقيتهم بصوا لبعض لحظة طويلة شوية. وقتها وانا واقفة حسيت بحرارة في صباعي، سخونية جت فجأة كده، وبعديها حسيت بلسعة جامدة وجعتني جدا واتوجعت ومسكت صباعي. فمروة بصيت لي وسألتني مالك؟ قلت لها مش عارفة حسيت بلسعة في صباعي شكله من الخاتم. فماما ميرفت ردت عليا وقالت لي ممكن يكون من الجرح بس، وقامت قايلة فجأة يلا نمشي بقى. قلت لها دلوقتي؟ قالت لي اه، ولفت وبدأت تمشي ناحية السلم، ومروة مشيت وراها من غير ولا كلمة. قلت لهم طب مش هتوروني باقي المكان؟ ردت عليا وهي ماشية قالت لي مرة تانية. فمشيت معاهم وانا حاسة انهم مستعجلين شوية. فسألتهم هو في حاجة؟ قالت لي لا بس المكان بيقفل. قلت لها بدري كده؟ قالت المكان هنا ماشي بنظام ما ينفعش يتكسر. نزلنا ووصلنا لباب الخروج وانا كنت لسه حاسه بوجع في صباعي بس كان بيخف تدريجيا. بعد ما خرجنا من الدور ماما ميرفت قالت ايه رايكم نروح نتغدى في مكان؟ وافقنا وركبنا العربيه ومحدش اتكلم طول الطريق، بس الجو العام كان عادي. وصلنا ودخلنا مطعم وقعدنا على ترابيزه قريبه من الشباك والاجواء كانت لطيفه. طلبنا الاكل وابتدينا ندردش شويه في حاجات عاديه. بعد شويه لقيت مروه بتقرب مني فجاه وهمست ليا بصي هناك. بصيت في الاتجاه اللي بتشاور عليه لقيت شاب قاعد على ترابيزة لوحده وبيبص في الموبايل. قلت لها مين؟ قالت
قالت بهدوء ده أنا فهمت على طول وقلت لها هو ده؟ قالت لي أيوة. بصيت له تاني وقلت لها طب شكله كويس أهو. فضحكت بكسوف وقالت لي اسكتي، وبدأنا نهزر هزار بنات شوية. وبعدين قلت لها طب بصي بقى دي فرصة. قالت لي أعمل إيه؟ قلت لها الفتي نظره. قالت لي إزاي يعني؟ قلت لها أي حاجة، قومي هاتي حاجة من هناك عندي قدامه. مروة كانت متوترة بس متحمسة، فلما لقيتها مترددة قلت لها يلا نقوم نجيب حاجة نشربها. وقامت معايا. واحنا واقفين عند الكاونتر حسيت بحد واقف جنبنا. بصيت لقيته هو. بصيلي وابتسم ابتسامة خفيفة وقال معلش ممكن أسأل سؤال؟ قلت له اتفضل. قال لي انتي كنتي بتدرسي في كلية كذا؟ استغربت وقلت له ايوه. قال لي اصل حاسس اني شفتك قبل كده. مروة كانت واقفة جنبي ساكتة تماما. لقيته كمل كلامه وقال لي ممكن اخد رقمك؟ انا اتصدمت وبصيت لمروة على طول كانت باصة في الارض. رفعت عينيها وشاورت لي حركة صغيرة جدا اللي هو اديهوله. انا اتوترت جدا بس كتبتهوله. رجعنا على الترابيزة ومروة كانت هادية جدا. قلت لها ما تقلقيش اظبطهولك. بصت لي وهزت راسها ومشي. لما روحت الولد كلمني وفضلنا نتكلم شوية وقال لي نتقابل انا وهو ومروة ننزل يعني يوم عادي احنا التلاتة. وفعلا اتفقنا وظبطنا اليوم ونزلنا اتقابلنا في مكان. انا وقتها فضلت اقول حاجات عن مروة حلوة عشان الفت نظره ليها، وحاولت وقتها اني اخليهم يقعدوا مع بعض لوحدهم اكتر من مرة، وكنت بتلكك باي حاجة عشان اقوم واسيبهم مع بعض ويقربوا من بعض اكتر. وخدوا ارقام بعض وبقينا صحاب احنا التلاتة. بس بعد يومين من الخروجة دي لقيت مروة بتكلمني وبتحكي لي كلامهم، وان تقريبا كل كلامه معاها كانت اسئلة عني وحاجات عني. فمروة قالت لي بصي هو شكله معجب بيكي جدا وحابب يقرب منك اكتر، وانا شايفة انكم فعلا مناسبين لبعض. وحاولت تقنعني اني اقبل الموضوع ده وانها حاجة مش هتزعلها خالص واننا واحد، ولما اكون مبسوطة هي هتكون مبسوطة. بس انا رفضت وقلت لها مستحيل ده يحصل. بس هي فضلت تزن عليا فترة كبيرة لغاية لما بدأت اقتنع شوية، وبدأنا نقرب انا والولد ده شوية شوية، بس مش مرتبطين، بس بقينا صحاب قريبين قوي. بعديها بفترة نزلنا تاني قعدنا في كافيه. كنت قاعدة انا ومروة شوية لوحدنا، وبعدين هو وصل سلم وقعد وكان الكلام بين أسئلة وهزار وحاجات عادية، لغاية لما بص لمروة وقال لها أنا رحت الكافيه اللي قلتيلي عليه حلو فعلا. مروة ردت عليه باستغراب وقالت له أنا؟ قال لها اه اللي جنب شغلك. أنا بصيت لمروة تلقائيا واستغربت. مروة مبتشتغلش أصلا. ردت عليه وقالت له لا مش أنا. بصلي وقال لي انتي اللي قلتيلي على المكان؟ قلت له أنا اللي قلتلك عليه. سكت لحظة وبص بيني وبينها كأنه بيحاول يفتكر حاجة مش متجمعة، وقال غريبة انا كنت فاكرها انتي. وضحك ضحكة صغيرة والكلام رجع عادي، بس الاجواء ما رجعتش زي الاول. مروة فضلت بصة قدامها من غير ما تشارك كتير في الكلام، وبعد شوية قام يرد على مكالمة بره. استنيت لما خرج وبصيت لمروة وقلت لها هو لخبط بينا ليه؟ كانت بصة لسه قدامها ومردتش. قلت لها مروة. اتنهدت كده وقالت من غير ما تبصلي معرفش، وسكتت وانا فضلت ابصلها وساكتة ومستغربة. وبعد ما هو رجع وقعد رجعت تتكلم معاه عادي جدا كأن ما حصلش حاجة. بعديها روحنا وانا دماغي كانت مشغولة بالموقف اللي حصل. هو الموضوع ما كانش واخد اكبر من حجمه، بس كنت مستغرباه. ولقيت الولد ده بيتصل بيا ويعتذر لي عن الموقف السخيف اللي حصل، وقلت له ما حصلش حاجة. واتكلمنا شوية صغيرين وقفلت ودخلت اوضتي غيرت هدومي وبصيت على الساعة كانت 5:47 وقتها. دخلت غسلت ايدي ووشي وانا ببص في المراية حسيت ان وشي شكله غريب. كان شكلي مرهق قوي وملامحي حساها باهتة، وكان شكلي متغير عن ما كنت نازلة. بس ما ركزتش قوي وغسلت سناني وخرجت. وبصيت على الساعة تلقائيا لقيت الساعة 48 دقيقة. نعم ازاي يعني؟ انا لسه داخلة كانت الساعة 5:47 بالظبط. انا فاكرة كويس. يعني ايه؟ انا جريت على المطبخ وانا مش مستوعبة حاجة وقلت ماما وانا مش قادرة اخد نفسي كويس. ردت عليا من غير ما تبصلي وقالت لي ها؟ قلت لها هو انا بقالي قد ايه في الحمام؟ لفت باستغراب وقالت لي ايه السؤال الغريب ده؟ قلت لها قولي بس. قالت لي مش عارفة انا كنت معدية من شوية ولقيتك واقفة بتغسلي اسنانك، كلمتك ما ردتيش. قلت لها كلمتيني انا وانا مردتش؟ قالت لي اه كنتي باصة في المراية. قلت يمكن تعبانة فسبتك وجيت كملت اللي بعمله. وبعدين قالت لي مالك انت كويسة؟ ما ردتش ورجعت جري الأوضة. بصيت في ساعة موبايلي يمكن ساعة البيت ملخبطة، لقيت الساعة 8:45. أنا كنت هتجنن. ساعتين عدوا وأنا بغسل وشي واسناني، ويعني ايه أصلا يعدوا من غير ما أحس بيهم؟ مش فاهمة. افتكرت المكالمة. بصيت في المكالمات عندي لقيت المكالمة موجودة. كانت الساعة 5:30. يعني أنا حتى
حتى ما شفتش الساعة غلط وقتها، أنا فضلت متنحة للساعة وقلبي كان بيدق جامد، وفضلت يومين بحاول أتخطى الموضوع ده وأنساه، وحاولت أتعايش عادي ورحت شغلي. بس اليوم ده كنت مش عارفة أكون على طبيعتي خالص، الموضوع ما كانش بيخرج من دماغي، وكان تركيزي مشتت جدا وبغلط في حاجات بسيطة في الشغل، وكل شوية ألاقي نفسي برجع لنفس السؤال: الساعتين دول راحوا فين؟ ويومها كان عندي شغل متأخر، فاضطريت أقعد وقت إضافي عشان كان لازم أخلصه. معظم الناس كانوا مشيوا من الشركة والمكتب بقى هادي زيادة عن اللزوم. فجأة وأنا بشتغل حسيت بسخونية في صباعي، بصيت على إيدي كان في الصباع اللي فيه الخاتم كان زي ما يكون الجلد تحته بيتحرق من السخونية. حاولت ألفه ملفش، حاولت أشده وأقلعه، بس كل ما كنت بشده كنت بحس بوجع شديد قوي، كأن آلة حتى بتقطع في الجلد من جوه. فسيبته وخفت أحركه تاني لأتعور. ما كنتش فاهمة ليه مش بيتقلع وليه حاسة بالوجع ده مع انه مش مكسور ولا في اي حاجة حادة خالص. ومعرفش برضو ايه السخونية اللي بحس بيها دي، بس لحظات ولقيت الوجع والسخونية راحوا خالص كأن مفيش حاجة حصلت. فجربت اشده تاني، حسيت بنفس الألم فسبته ومسكت التليفون واتصلت على ماما ميرفت. الساعة وقتها كانت 6. ردت عليا ولسه بتقولي ايوه يا حبيبتي. انا ما سلمتش حتى عليها، قلت لها على طول الخاتم مش راضي يطلع من ايدي وكل ما يجي اشده بيوجعني جدا. لقيتها ضحكت ضحكة خفيفة كده وقالت لي يمكن زدتي في الوزن شوية. انا ما ضحكتش لان الموضوع كان مضايقني. كملت كلام وقالت لي وبعدين انا اديتهولك وامنتك انك ما تقلعيهوش ابدا، ده خلاص بقى جزء منك وانتي بقيتي جزء منه. سألتها جزء منه ازاي يعني؟ قالت لي اقصد يعني بقى حاجة اساسية معاكي، مش ده هدية من ماما ميرفت؟ يعني ما ينفعش خلاص يتقلع من ايدك عشان دايما تحسي اني جنبك ومعاكي. معرفش ليه كنت حاسة احساس غريب، احساس مش مفهوم، ومعرفتش اقول ايه. في النهاية قالت لي بصي خلصي شغلك وعندي علينا في البيت. قلت لها تمام، وخلصت شغلي فعلا ورجعت عليهم على طول. اول ما خبطت لقيت الباب اتفتح على طول كأنهم مستنيين وجاهزين للحظة دي. قعدنا في الصالة والكلام بدأ عادي، سؤال عني وعن شغلي وعن اهلي. كل ما كنت احاول ارجع لموضوع الخاتم كانت ترد رد قصير وتغير الموضوع. معرفش ليه. مروة كانت هادية زيادة عن الطبيعي، كانت بتبصلي كتير وكل ما كانت عيني تيجي في عينيها تبص بعيد. وفي لحظة الأم سكتت ومسكت ايدي بهدوء، قلبت الخاتم من غير ما تشد وقالت لي ما هو يا بنتي ما فيهوش حاجة، سيبيه بس شكله تحفة عليكي. وقامت تعمل لنا حاجة نشربها وجت وكملنا كلام عادي وهزار وضحك خفيف، لدرجة اني بدأت احس اني كنت مكبرة الموضوع. بعد شوية حسيت بتقل في عيني مع اني ما كنتش عايزة انام، بس حسيت بتعب مفاجئ غريب. حاولت افوق واركز بس ما قدرتش، كنت تعبانه جدا. ماما ميرفت قالت لي شكلك مرهقه، ادخلي ريحي شويه. انا بصراحه ما اعترضتش لاني كنت محتاجه فعلا اسيب جسمي يرتاح شويه، وقلت هدخل اغمض عيني بس وافرد جسمي كده على السرير شويه ولاقيني فقت وبقيت تمام. لما فتحت عيني حسيت ان النور كان اقوى بكتير، كاني نمت بعمق لفتره طويله. بدات اقوم بالراحه، جسمي كان تقيل جدا. بصيت حواليا لقيت شنطه هدومي الكبيره موجوده، ولقيتني لابسه لبس مختلف عن اللي نمت بيه، وحاجتي محطوطة على المراية جنب حاجة مروة. استغربت اوي ايه اللي جاب الحاجات دي كلها وجت امتى. مسكت تليفوني اشوف الساعة وهنا كانت الصدمة، لان التاريخ اللي كان مكتوب كان بعد اليوم اللي جيت فيه ب7 ايام. انا تنحت من الصدمة. هو ايه اللي 7 ايام؟ يعني ايه يعني 7 ايام؟ انا يا دوب دخلت غمضت عيني شوية وصحيت. احنا بنهزر كده اكيد. فتحت سجل المكالمات لقيت فيه مكالمات كتير حصلت الفترة دي بيني وبين ناس كتير. فتحت الواتساب، فتحت الرسايل، لقيت فيه رسايل بيني وبين ناس كتير برضو، ناس بتكلمني وفي ردود مني، صور بتتباعت كأني كنت عايشة حياتي عادي جدا. بس أنا مش فاكرة أي حاجة من دي. خرجت برا جري، كانت مروة ومامتها قاعدين في الصالة. أول ما شافوني ابتسموا وصبحوا عليا كأن كل حاجة عادية، وكأني يدوب أخدتلي كام ساعة بس وصحيت. سألتهم هو أنا نمت قد إيه؟ استغربوا شوية وقالوا لي ما بقالكيش كتير. لما رجعنا من برا قلتي هتريحي شوية قبل الغدا. برا؟ وغدا؟ قلت لها برا؟ كنا بنعمل ايه برا؟ قالت لي مالك يا حبيبتي، احنا عدينا عليكي زي ما اتفقنا بعد الشغل واخدناكي في طريقنا ورحنا اشترينا حاجات ورجعنا. قلت لهم هو انا هنا من امتى؟ قالوا لي بقالك اسبوع. انتي مش عارفة انتي بقالك قد ايه هنا؟ قلت لها ازاي يعني؟ لا. قالت لي شكلك تعبانة، تعالي نروح للدكتور. قلت لها لا انا مش تعبانة، انا عايزة افهم لاني مش فاكرة حاجة. وبعدين هي حاجتي جت هنا ازاي؟ بصولي باستغراب وقالت لي انتي روحتي انتي ومروة من حوالي 5 ايام، جبتي هدومك وحاجتك عشان تقعدي براحتك.
وكنتي بتروحي الشغل وتيجي على هنا، ومامتك عارفة وانتي مكلماها اكتر من مرة وانا مكلماها. مروة ردت وقالت بهدوء يا بنتي ما احنا خرجنا كذا مرة. ازاي مش فاكرة انتي كويسة؟ مامتها كملت وقالت ايوه وكنا بنروح مشاوير كل يوم. رجعت للأوضة وانا ساكتة تماما بس دماغي مليانة كلام. قعدت على الأرض ومسكت تليفوني وبدأت أقلب في الرسايل. أنا اللي بتكلم في حاجات محدش يعرفها غيري، بس حاسة إن طريقتي مش طريقتي، مش نفس طريقة كلامي خالص ولا كتابتي. ما كنتش فاهمة حاجة. فتحت الجاليري أشوف الصور، لقيت صور كتير ما شفتهاش قبل كده، صور كتير تواريخهم خلال الأسبوع ده. لقيت صورة وأنا واقفة في الدار في المكان الواسع اللي فيه المسنين بيقعدوا، بس كان فاضي تماما. ما كانش فيه غيري أنا ومروة ومامتها واقفين جنبي وأنا مش باصة للكاميرا. كنت باصة للساعة الكبيرة اللي في الدار، وعقرب الساعة كان على 6 بالظبط. وكان في صورة ليا تانية وأنا قاعدة وسط المسنين، وكانوا باصين كلهم ليا أنا مش للساعة زي ما شفتهم أول مرة. وأنا بقلب لقيت فيديو قصير، كانت مروة بتصور وبتضحك وهي بتقولي بصي يا ليال انتي بقيتي هادية قوي هنا. وانا برد عليها وبقولها هنا مفيش حاجة بتوجع. وقفت الفيديو وانا مش فاهمة حاجة. انا عمري ما بقول جمل زي دي. قمت لميت حاجتي وخرجت وقلت لهم اني محتاجة اروح البيت. محدش اعترض، قالوا لي اعمل اللي يريحني. رجعت البيت خبطت ومامتي فتحت لي. اول ما فتحت لي بصت لي وقالت لي ايه ده، مش قلتي هتقعدي عند مروة فترة؟ في حاجة حصلت ولا ايه؟ ما قدرتش حتى رد. دخلت اوضتي فتحت الدولاب، لقيت فعلا في حاجات ناقصة، الهدوم اللي كانوا في الشنطة. يعني انا فعلا جيت هنا واخدت حاجتي ومش فاكرة. وقفت في نص الأوضة حاسة ان في حاجة غلط بس مش عارفة احدد ايه هي، مش عارفة اربط حاجة بحاجة. اسبوع كامل صور وكلام وزيارات وخروجات وشغل، كل ده حصل وانا مش فاكرة. حاولت استرجع مشهد واحد بس واضح، انا قاعدة في الصالة عندهم، انا داخلة الشغل، انا راجعة البيت. ولا صورة كاملة ولا حاجة واضحة، زي فيلم متقطع. مشيت ناحية باب الشقة، وقفت. انا ليه واقفة هنا؟ انا كنت رايحة فين؟ رجعت خطوتين، حطيت ايدي على راسي. اقعدي فكري. رجعت فعلا الأوضة ووقفت دقيقة يمكن اقل. رجلي اتحركت تاني، معرفش بعمل ايه، معرفش جسمي بيشدني على فين. رحت عند باب الشقة تاني، فتحته ونزلت. وانا نازلة كنت بحاول افتكر انا نازلة ليه. عندي مشوار، حد مستنيني، مش لاقي اجابة. بس كل ما احاول اوقف نفسي وارجع الاقي نفسي مكملة. ابص ورايا اقول ارجع، بس جسمي ما بيرجعش، كأنه مش سامعني وكأنه بيتصرف لوحده من غيري. الموضوع ما كانش فقدان وعي، انا واعية بكل خطوة، بس القرار نفسه مش واضح. مش قادرة انا اللي اقول القرار او الفعل. فضلت ماشية وجوايا مليون سؤال ومش عارفة رايحة لفين. ادخل من شارع واخرج من شارع، كأني رايحة لمكان محدد بس مش عارفة هو ايه ولا فين. لغاية ما بدأ المكان يكون مألوف شوية بالنسبة لي. أنا عارفة الطريق ده بيودي على فين. وقفت فجأة، رفعت عيني لقيتني واقفة قدام دار الرعاية. أنا بعمل ايه هنا؟ وليه جيت هنا بالظبط؟ وليه دلوقتي؟ باب الدار كان مفتوح شوية، ما كنتش فاهمة حاجة بس بدأت أقرب بالراحة وأنا قلبي بيدق معرفش حتى ليه. زقيت الباب ولقيت مروة ومامتها واقفين وراه مبتسمين ابتسامة غريبة. ما كانوش متفاجئين ولا مستغربين، كأنهم مستنييني أو كأنهم عارفين إني جاية دلوقتي. لقيت مروة بتقولي أخيرا الحمد لله على السلامة يا ليال. سألت بصوت هادي، ما كنتش قادرة أتكلم من التوهان اللي أنا فيه. هو إيه اللي بيحصل؟ مامتها قالت لي هتعرفي لما تدخلي. أول ما حطيت رجلي جوه الدار الخاتم اللي في إيدي سخن جامد، ولقيت الساعة الكبيرة بتدق بصوت عالي أعلى من المرة اللي فاتت. ومش دقة واحدة، الساعة دقت 6 دقات ورا بعض ببطء وصدى صوت كان مرعب. كل دقة كانت بتخبط في المكان كله لدرجة اني حطيت ايدي على ودني من قوة الصوت. فضلت بصة اتجاه الساعة وانا مبرقة. العقارب واقفة على 6 بالظبط، والثواني نفسها وقفت ما بتتحركش نهائي. وكل المسنين كانوا واقفين في صفوف منتظمة أكتر من صف ورا بعض. بصيت على كل صف منهم وعديتهم، كانوا 6 صفوف بالظبط، وكلهم باصين للساعة وثابتين تماما. سمعت صوت هادي بيتكلم، كل مرة الساعة بتقف كده في حد بيكرر. بصيت بخوف ورديت بيكرر ايه؟ الأم ردت يكمل ولا يرجع؟ بصيت للخاتم كان بيحمر حوالين جلدي. بصيت لهم تاني وقلت لهم انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ انا مش فاهمة حاجة، وكنتوا بتعملوا فيا ايه الاسبوع ده؟ مروة بصت للساعة وقالت كنت بتيجي هنا كل يوم. كنت بحاول افتكر بأي طريقة. وقفتني وقالت لي مش مطلوب منك تفتكري فما تحاوليش. قربت مني خطوة وقالت لي اول يوم جيتي فيه بإرادتك
تاني يوم جيتي لأنك حسيتي براحة. تالت يوم جيتي لأنك مش لاقية مكان تاني. قلبي بدأ يدق جامد. قلت لها أنا عندي بيت. الأم هزت راسها بهدوء وقالت بيت مش مكان. قلت لها يعني ايه؟ مروة كملت وهي بتبصلي بنظرة ما فهمتهاش، بس الأول مرة كنت أشوف شخص تاني خالص، شخص معرفهوش. قالت لي انتي طول عمرك أقوى، أوضح، مرئية. وفي لحظة حسيت إن الأصوات حواليا عمالة بتبعد لغاية ما بقيتش سامعة أي صوت، وعيني بدأت تشوف كل حاجة مشوشة لغاية ما فتحت عيني. كنت قاعدة وسط المسنين لابسة نفس لبسهم، مش مخضوضة، مش بزعق ولا بصرخ ولا مستغربة. كنت ببص حواليا بكل هدوء. بدأت أقوم وأمشي وألف في المكان. وصلت لمكان الاستقبال، ما كانش فيه حد، المكان فاضي. بصيت ناحية الباب الرئيسي، ما لقيتهوش، مفيش باب، المكان كله حيطان. أنا فاكرة إن كان فيه باب هنا. رجعت ألف تاني، أدخل في ممرات، أطلع الأدوار اللي فوق وانزل تاني والف تاني في نفس الاماكن. مفيش مخرج، مفيش ناس غير المسنين. الشبابيك نفسها خبطت عليها، في ناس ماشية برا في الشارع بس محدش سامع، محدش بيبص ناحيتنا، كأن احنا شايفين اللي برا لكن اللي برا مش شايفنا. فضلت الف وادور لغاية ما ست عجوزة وقفتني، ملامحها حزينة جدا وباهتة، كأن ملامحها ممسوحة شوية. قالت لي ما تحاوليش، خلاص كل حاجة انتهت هنا، ما فيهاش رجوع. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني تعودي يا بنتي، وسابتني ومشيت. فضلت واقفة بص عليها وهي ماشية، عمالة بحاول اجمع هي قصدها ايه، بس ما وقفتش. كملت لف ادور على اي مخرج لغاية لما تعبت واستسلمت. رجعت مكاني، قعدت وسط المسنين جنب الشباك وفضلت ابص بره. عدت ايام على نفس الحالة، معرفش قد ايه. لقيت ناس موجودة في الدار بيرعونا، بيقدموا لنا اكل شرب، يساعدونا نرجع أوضنا. معرفش جم امتى ولا جم منين. حاولت أكلمهم أسألهم، محدش كان بيرد عليا، كأنهم مش سامعيني أو مش عايزين يسمعوا. وفي مرة وهما بيقدموا الأكل لمحت باب في المطبخ، وقفت أراقب. استنيت لحد ما المكان فضي وجريت على الباب، فتحته وخرجت. جريت في الشارع وأنا مرعوبة ومش فاهمة حاجة. وقفت ناس أطلب المساعدة، أحكي لهم. كانوا بيبصولي باستغراب ويسيبوني ويمشوا من غير حتى ما يردوا عليا. جريت على بيتي، خبطت على الباب، فتحت. مش أمي، أنا اللي فتحت. نسخة كاملة مني، لابسة لبسي وواقفة بثقة، بصالي وساكتة تماما، مبتسمة كأنها عارفة أنا مين. سمعت صوت أمي من جوه، مين يا ليال؟ بصيت ناحية الصوت ودموعي نزلت. زقيت اللي واقفة قدامي وجريت جوه الشقة ووقفت قدام أمي. قالت لي انت مين؟ عايزة ايه؟ ودخلتي كده ازاي؟ زعقت وقالت مين دي يا ليالي، انت تعرفيها؟ بصيت لهم هما الاتنين وانا مش قادرة انطق، مش عارفة اقول ايه. ردت عليها قالت لها معرفهاش يا ماما، واحدة غريبة لقيتها بتزقني وبتدخل. لفيت وخرجت من الشقة، وانا نازلة فضلت اسأل نفسي لو هي ليال طب انا ابقى مين؟ وقفت قدام عربية وبصيت في ازازها، مين دي؟ دي مش انا، بس مش قادرة احدد ملامحي، باهتة مش واضحة، كأنها مش ثابتة. جريت رحت على بيت مروة وفضلت اخبط على الباب كتير، محدش فتح. فضلت الف ساعات في الشارع مش لاقية مكان اروحه، محدش بيرد عليا ولا بيساعدني. ما كانش قدامي حل تاني. رجعت للدار. لما وصلت لقيت كل حاجة طبيعية، ولقيت الباب الرئيسي موجود ومفتوح. دخلت. موظفة الاستقبال بصت لي ورجعت كملت اللي بتعمله، كأن مفيش حاجة غريبة، كأنها عارفة اني داخلة مكاني. رجعت قعدت وسط المسنين وفضلت أعيط. حسيت بحركة، رفعت راسي لقيتها واقفة قدامي، ليال اللي هي المفروض أنا. بدأت تتكلم بهدوء، ما تبصيش حواليكي كأنك تايهة، انتي عارفة المكان ده كويس. ما ردتش وهي كملت، أول مرة جيتي هنا قعدتي من نفسك، تاني يوم رجعتي، تالت يوم ممشيتيش، الأسبوع اللي مش فاكرة منه حاجة انتي اللي كنتي بتيجي فيه. بصيت لها وسألتها ليه؟ ابتسمت وقالت عشان أنا كنت بموت جوا نفسي. قربت مني أكتر وكملت كلامها. كل مرة كنتي بتحكي نجاح، ماما كانت بتبصلك بالنظرة اللي عمرها ما بصتهالي. كل مرة حد يحبك كان بيأكد لي إني مش موجودة. أنا حاولت أبقى زيك بس مفيش حد بيبقى نسخة وينجح. الدار ده مش للمسنين بس، الدار ده للناس اللي وجودهم بيخلص. قلت لها وانتي اخترتيني؟ قالت لي لأ، انتي اللي وافقتي. قلت لها أنا ما وافقتش. قالت لي كنت بتيجي برجلك، الدار بيبدل الوجود مش الشكل.
اللي يقعد هنا يتسحب من بره واللي بره يدخل مكانه. كملت وقالت جملة بهدوء مرعب: الناس كلها فاكرة ان مروة ماتت، واكتر حد كان جنب ماما هو انتي. قلت لها مش هسيبك لوحدك، والناس كلها كانت شايفانا عيلة واحدة، فلما قلتي هتنقلي وتعيشي معاها كان طبيعي. قلت لها بس انا ما قلتش كده. قالت لي قلتي. قربت مني قوي وكانت نظرتها كلها غل وكره عمري ما شفته قبل كده. حتى هو كان شايفك انتي مش انا، وانا اللي قربته منك عشان لما ابقى انتي يبقى اختارني بمزاجه. دموعي نزلت وقلت لها انتي كنتي بتخططي لكل ده؟ ردت عليا وقالت لي انا ما كنتش عايزة حياتك، انا كنت عايزة احس ان كفاية، كنت عايزة ابقى بنت ماما اللي تفتخر بيها، كنت عايزة ابقى مرئية. نبرتها بدأت تتكسر وهي بتتكلم، وقالت يمكن انا علقت فشلي عليكي، يمكن انتي ما قصدتيش، بس على قد ما انا شايفة الكل بيحبني دلوقتي، على قد ما انا بكرهك اكتر، لان كل ده كان بيتوجه ليكي انتي برضو مش ليا. ولفت وشها ومشيت، بس وقفت عند الباب من غير ما تبصلي وقالت لي انا حاولت ارجعك بس المكان ده ما بيرجعش حد. لفت وشها وبصت لي وقالت لي مرحبا بيكي في قائمة الانتظار.